السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا موضوعنا النهارده ازاي تقدر تغير باسورد الواي فاي عن طريق الهاتف. تقدر تغير باسورد الواي فاي عن طريق الهاتف، لان في ناس طلبوا مني احنا عايزين نغير الباسورد بس يكون من عن طريق الهاتف، وانت دايما بتنزل شروحات من على الكمبيوتر، لان احنا عايزين نغير باسورد الراوتر من على الهاتف. طبعا موديل الراوتر اللي هنغير عليه الباسورد دي جي 8045. تمام. اول حاجه زي ما انتم شايفين كده قدامكم، هنيجي على السيرش كده فوق زي ما واضح كده قدامكم، وهنكتب HTTPS بعد كده نقطتين بعد كده 2 سلاش بعد كده هنكتب 192.168.1.1. تمام. بعد كده هندوس بحث. ممتاز جدا زي ما انتوا واضح كده قدامكم. طبعا هو فتح معايا صفحة الراوتر زي ما واضح كده قدامكم بالظبط. بعد كده هنا بيقول لي اسم المستخدم او اليوزر نيم لو بالانجليش. تمام. احنا طبعا هنخليه انجليش عشان يبقى ايه واضح قدامكم بالظبط. تمام. وهنكتب هنا مثلا وليكن فودافون كلها كابيتال، عفوا سمول. طبعا كتبنا فودافون. بعد كده هنيجي هنكتب بقى الباسورد. طبعا اليوزر نيم والباسورد هتلاقيه في ظهر الراوتر عندك. تمام. طبعا هنكتب بقى الباسورد هيكون كله كابيتال. بعد كده هنقول له لوج ان. ممتاز جدا يا شباب. طبعا هو فتح معايا زي ما واضح كده قدامكم. طبعا احنا برضو هنخليها انجليزي بحيث برضو تبقى انتوا عارفين اكتر زي ما واضح كده قدامكم بالظبط. بعد كده انا دلوقتي عايز اغير اسم الشبكة بتاعت الواي فاي واغير باسورد الواي فاي. هدخل زي ما واضح كده قدامكم، هضغط على هنيجي تاني هنضغط طبعا على الشبكة اللي هي في النص اللي هي الدبليو لان. قوم باعدادات الدبليو لان، او هنخليها انجليزي كده اللي هي سيت اب دبليو لان. هنضغط عليها زي ما واضح كده. ممتاز جدا. طبعا لو انت عايز تقفل الواي فاي هتضغط على الزر الاحمر ده. لو مش عايز تقفله لان الراوتر ده بيبقاش فيه زرار، انت بتقدر تقفله من صفحة الراوتر. طبعا هنا زي ما واضح كده قدامكم اس اي دي اللي هي انا كاتبها. طبعا مختار الشبكه حرف البي. انت ممكن مثلا تكتبها اي اسم، مثلا انا كاتبها بي، لكن انت ممكن تكتبها اي اسم. ممكن تكتبها احمد. تمام كده كتبناها احمد. انت طبعا عايز تغير باسورد هتمسح الباسورد القديم وهتيجي تكتب طبعا الباسورد الجديد. لازم مش زي الاول كنت ممكن الباسورد بتستسهله بتكتبه ارقام او اي حاجه فبيقبل معاك، لكن دلوقتي 2022 بقى بيقول لك الباسورد حروف كبيره وحروف صغيره ورموز وارقام والكلام ده كله. طبعا احنا هنظهر كده قدامكم ونكتب مع بعض زي ما انتم شايفين. أنا ممكن اخليها ايه كبيره وبعد كده ايه كابيتال وايه سمول. بعد كده ممكن اخليه من 1 ل6. بعد كده اروح داخل اعمل مثلا وليكن رمز الاس. تمام. فهو قال لي كلمة المرور قوية. طبعا مجرد اللي انا هضغط كده طبعا هيفصل من عندي لاني انا غيرت الباسورد. اقول له احفظ. طبعا هو بالظبط فصل النت، لكن احنا هندخل بقى نكتب نطبق اللي احنا عملناه مع بعض. هنبحث على الشبكة. طبعا الشبكة ظهرت قدامنا اهي باسم احمد. هنضغط عليها. بعد كده هنيجي بقى نكتب الباسورد. هنعمل ايه كابيتال وايه سمول بعد كده من 1 ل6. بعد كده هنيجي نختار حرف اللي هو علامة الاس ده او علامة الدولار. بعد كده هنقول اتصال.
ممتاز جدا. زي ما واضح كده قدامكم اتصلنا بالشبكة، وده كان شرحنا النهاردة ازاي تقدر تغير باسورد فودافون او اورنج او وي او اتصالات، بس يكون الموديل دي جي 8045. تقدر تغير الباسورد واسم الشبكة، يعني اسم شبكة الواي فاي تقدر تغيرها، وتقدر تغير اسم. كده احنا عرفنا مع بعض ازاي نقدر نفتح صفحة الراوتر من الهاتف، ونقدر نغير اسم الشبكة، ونقدر نغير باسورد الشبكة بتاعت الواي فاي. ده كان شرحنا النهارده. لو عجبك الفيديو ما تنساش تدعمنا بلايك من مشتركينا الحاليين، لكن لو لسه داخل جديد عندنا وبتتفرج، لو عجبك الفيديو اعمل لايك، اشتراك، تفعيل الجرس لو عجبك الفيديو. لو ما عجبكش الفيديو ما تعملش اي حاجة من دول خالص طبعا. والسلام عليكم.